ثانية واحدة اجيب حباية الضغط واجي. اهلا بيكم في علبة كعك ب 16,000 ونص. كان زمان ايام ستي وستك يا ولا، دلوقتي علبة الكعك ب 39,000 جنيه. استعمال ولا جديدة؟ وفي عصرنا هذا علبة الكعك تتفتح ببصمة الصباع. يعني لو انا عايز ياخد دلوقتي صباع بسكوت واخويا اللي عامل البصمة بره، اعمل ايه؟ اجيب صباع اخليه جنبي؟ Exception. الصوت ده طالع منين؟ سعيد مرحبا بك يا هاني فود يا ده طالع من العلبة؟ ميديكال كوليسترول. بترحب بيك، ما انت دافع بقى. بصراحة حقه، ده اللي بيدفع 1000 جنيه في كيلو كحك بيبقى عايز الراجل الحلواني يقعده على حجره ويأكله في بقه. لا عايز اجرب افتحها بالكارت. اقفل كده، جايبين لك شاحن وده عشان لو البسكوت فصل منك ولا حاجة يبقى معاك باور بانك برضه. عشان لو فصلت منك يعني طبعا بتتشحن. وادي الكارت. ولو فصلت شحن بقى اقعد بقى انت عضعض في اي رغيف فين وكده عقبال ما ايه ما يشحن بقى عشان تعرف تاكل كحك وبسكوت. تعالوا بقى نفتح السويت بتاع الفندق ده بالكارت كده. بص يا نهار ابيض، هنرجع لايام البخيل وانا كل واحد يبقى معاه نسخه مفتاح عشان نعرف نطلع حاجه من العلبه. يلا. ما شاء الله تحسها اوضه نوم، هي فعلا بسعر اوضه نوم. بص بصباعي قالت هاني فود، بالكارت قالت اكسبشن. شوف اللهم صل على النبي، شغل عالي ده. ما بتعملش شاي بلبن دي؟ ما انت صارف بقى. شويه موسيقى، بص سامع موسيقى؟ ما فعلا انا هكون محتاج اعصابي تهدى لو انا ادفع الرقم ده في علبه كحك. دي عايزه انت تبقى قاعد على البول تفتحها يا ولاد، هي مش بتاعت بيت. يعني شويه الموسيقى دول موسيقى ايه يا هاني ده؟ انا عايز عمر خيرت يجي لي مع العلبه دي. هدوا اعصابي في المبلغ اللي دفعناه. تعالوا نشوف هي كتالوج بقى. وده عشان لو انت ما بتعرفش تمضغ، يعني هو بيشرح لك. بيشرح لك ان كل قطعه في العلبه ديت معموله يعني بالايد، دي مش معموله بالمكن. فين ايام زمان كنا بنقول احنا عايزين حاجه ما حدش لمسها غير المكن، دلوقتي بقينا بندفع اكتر في الهاند ميد. ده وسمنه بلدي وغرقانه سمنه بلدي. وهو بالسعر ده مش عايز تبقى غيرنا سمنه بلدي هاني، ده المفروض يحلب البقر على البسكوت. وان كل قطعه ليها تفصيله، يعني في مبررات يعني للموضوع. لو فاكر انك هتخش كده تقعد تديها وتبلع وبتاع، لا يا باشا، العلبه دي متكلفه، فلما تيجي تاكلها تقف كده وتحترم نفسك. تعالوا نشوف منظرها من جوه اصلا عامل ازاي. والله العلبه دي ما تكفينا افطار اول يوم العيد. شايف ان العدد كفايه بال 39,000 ولا لا؟ بالنسبه لنا كافي، بالنسبه لاهل بيتنا يعني مش عايز اقول لك ممكن يقولوا ايه. كتير يعني، كفايه السماعه وشويه الموسيقى. طب ما احضر حفله الويجز واجيب كيلو كحك وبسكوت من اي فرن. كعك بالبيكان. تعالى، انا عايز جلافز عشان البصمات بس معلش. ونغسل ايدنا عشان الكحكه طبعا دي مدفوعه فيها 39,000. ولبسنا جلافزات. القطمه دي اهو. لازم تعملها القطمه دي بباكوين. حسب ما هي متربيه على غالي. بيقول لك واحده، يعني بيقول لك ان فرد يعني كل واحده معموله، يعني معموله بالايد، فاهم؟ صدقني مش مبرر، يعني امي والعيله زمان كانوا هم بيعملوه في البيت وكانوا بيعملوه بالايد برضه، كانوا بيعملوه بالطن بقى مش بالكيلوهات. حبيبتي بق الشاي دي تشرب معاها شاي برضه ولا ده عايزه ماتشا؟ فستق عارفه، كنت باكله من وانا صغير. كانت ستي الله يرحمها ما كانتش يحلالها الفستق الا لما تحطه في الكعك. العلبه ما شاء الله تحسها من اللازور دي. برائز، دي اسمها برائز. برازق. براء. والصراحه السنه اللي فاتت كان البرازق دي من اكسبشن، مش عارف هي تقريبا هو. بص هم دافسينه ليه كده؟ مش العلب دي متهربه من الجمارك شكلها. بص الغير صارف. ما انت هي البرازق بتاع كل سنه عمرها ما اتغيرت. انا اشتريت، طالما الحاجه ما اتغيرتش معانا يبقى لازم تشتريها، لان الناس كلها بتتغير. ودي انا اكلتها السنه اللي فاتت بس مش فاكر هي كان اسمها ايه الصراحه كده. معموله بيعملها فرن اسرع عابدين اللي على اول الشارع. ندوق حاجه كمان من دول. هي كوكا الشوكولاته بس بنت ناس قوي. يعني انت جربت حاجات دلوقتي ب 10 بواكي؟ بنت ناس قوي قوي، حاجه بتعلي الكوليسترول والضغط والانسولين وكل حاجه. بص في 6 انواع كعك. 6 انواع بالنسبه لنا كرجاله، 6 عينات بالنسبه لستات البيوت. الاكسبشن دايما يفاجئنا. الفكره نفسها انك هي العلبه معموله عشان لو انت رايح لحماتك ومزعل بنتها. عندك حق، انت لو مزعل حماتك صالحها ب 39,000 هتطلق يا عم اهدى، احنا بنجيب كيلو كحك من العادي، اصبر. بس مطلق بنتها وضارب بنتها. هي مفيش حل، يعني مفيش مبرر انك تخش لحماتك بعلبه زي دي غير الموضوع دوت. العلبه دي محتاج اجيب 4 من صحابي لابسين بدل ويخشوا بيها كده لو دخلت تبقى انت يعني، او اي واحده تتفرج عليا حما ست الكل. طبعا عليك عايز تفركش الكل. اوعي لما يجيب لك علبه كعك عاديه تقول له ده سمعت ان في علبه كعك ب 39,000. عيب، ما نحرجش الناس. لا تكوني فاكره حاجه ان ده هيجيب كيلو بيتي فور من اي فرن وهو معدي. كل سنه وانتم طيبين. العلبه حلوه قوي من اكسبشن،
كحاجه يعني فاهم اعتذار. صدقني اكمل عليهم واجيب لهم عربيه زي نوبيرا. انا لن اقبل ان حد يجيبها لي الا بالاعتذار. طبعا بعد اللي انتوا شفتوه ده كله انا هدور على الكارت، اكيد الحلواني نفسه حاطط الكارت بتاعه ده، وصل ده تخليه معاك يعديك من اي كمين. الم العلب دي كلها تتقفل، كارت في جيبي عشان طوبى انا برضك بشك فيه يعني يا جماعه. لا بعد اذنك اهون يعني توبه اديله ايه شويه بتيفور حلوين كده. بهزر؟ انتوا عارفين طوبى ايه؟ ما بيهزرش، نلم الدنيا ونقفل، محدش يفتحها الا انت. مفيش الكلام ده للاسف. انا اول ما اخش بيها من البيت يقولوا لي انت بعت ارض ولا في ايه. وسيف بمان شفت يا عم. سامع الصوت؟ الواحد لازم يمشي جنب الحيط اليومين دول، ما يزعلش حد عشان ما يصالحوش بعلبه بالرقم ده.